السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. كل عام وانتم بخير جميع. الحمد لله. وضع الحمام 100%، لكن في فرخين تحت ما ادري تذكرونهم ولا لا. هذول راح واحد لقيته ميت والثاني واحد ما ادري وين هو. الظاهر فيه بس جايهن من وراء من عند الشبكة واكله. لكن مجمل الحمام الحمد لله اموره بالتمام. فرنسي هذا بدأ بالبيض الحمد لله. هذا جوز مبيض وهذا جوز مبيض. هذا جوز يعني تقريبا 5 أو 6 جواز بدأ بالبيض. هذه وجبة مسائية. هذول احنا نسميه فنطليس، مدري عاد انتم وش تسمونه، يستخدم للتعقيم. تحطه بزاوية المحكر، خلاص اموره بالتمام باذن الله. هذه واحدة اي حمام من بيضة حطيت لها قطعة. بالنسبة لشكل الكيس هذا احنا نسميه فنطليس، مدري عاد انتم وش تسمونه. ما شاء الله تبارك الله، زغاليل احجامها طيبة بالحيل. ما شاء الله تبارك الله. هذه عمرها بين 13 يوم ولا 15. هذا عط حب الرمان، حضرنا البيض تحت الزاجل الحمد لله. هذه فائدة التحضير، هتعطيك إنتاجية أكثر لكن ما تعطيك شحم زيادة. يعني اللي حظن أكثر من زغلولين ما يستفيد من ناحية الشحم بالمرة. بس سوالف علوم يهوش. عنده بنك ردة فعل متأخرة عنده. هذا تفريق جديد الحمد لله. بعد 3 والرابع بالطريق إن شاء الله. هذا تحت فرخ واحد. اليوم عندنا رشة حمام بالمعقم إن شاء الله. هذا ديتول، هذه 20 لتر، حطيت بيها كفارتين ونص بالغطاء، هذا 2 ونص بإذن الله. نوريكم الرش بعد شوي. هذه أنصح بها بشدة، ممتازة وشحن، يعني ما تحتاج لا كهرب ولا شيء، وتطول بالشحن، يعني تجلس 6 رشات أقل حاجة. تنفع للحمام وللطيور بأنواعها للزرع أبد. نشغلها ونزود على السرعة. طبعا بحركة سريعة عشان ما يخرب لا بيض ولا تضر الفروخ. كذا بحركة سريعة كافية واحدة. ترى رشها قوي لا تستهينون به، يعني الرش قوي على سرعتي هذه. شوف حتى خشب كامل خش الأرضية، الحمام، المحاكم، السقف، لا تخلون شيء.
هذا الشيخ صالح.